قالوا لنا هنا سجن صدنايا، مفيش خروج، مفيش حياة، واللي يدخل هنا ينسى نفسه. صحيح الليل هادي، لكن جوه سجن صدنايا الوضع مختلف. هنا الضلمة ليها صوت والخوف ليه ريحة، ولو الحيط بيتكلم كان هيحكي عن آلافات الصرخات اللي اتسجلت عليه، عن أوجاع وكوابيس ناس لسه بتطاردهم حتى بعد ما خرجوا. حكايتنا النهاردة لازم تعرفها علشان تفهم فرحة الشعب السوري إنهم خلصوا من أسوأ ديكتاتور في التاريخ. هحكي لك النهاردة عن سجن هو حتة من الجحيم على الأرض، وحكاية النهاردة هتكون على لسان ناس عاشت في الجحيم ده. بس قبل ما نبدأ عايزك تنزل تعمل لايك، تنزل تشترك في القناة لو لسه مش مشترك، وتقول لي تحت في الكومنتات إيه هو أبشع سجن سمعت عنه. صلى على النبي. سجن صدنايا ده واحد من أخطر وأبشع السجون في سوريا. ده موجود في شمال مدينة دمشق وبيبعد عنها حوالي 30 كيلو. وصدنايا دي منطقة جبلية معزولة وصعب الوصول ليها. بص من الآخر منطقة مقطوعة، وده كان السبب الرئيسي لاختيارها إنهم يبدوا فيها السجن ده. المكان جبل ومعزول عن العالم، أظن مفيش أمان أكتر من كده وتعمل فيه اللي أنت عايزه. السجن ده المفروض إنه اتبنى سنة 1987 في عهد حافظ الأسد عشان يكون سجن جديد مخصوص علشان المجرمين العوام والجنود اللي بيتمردوا في الجيش. لكن تمر السنين ويموت حافظ الأسد ويمسك مكانه ابنه بشار سنة 2000. من وقتها بقى والسجن بدأ يتحول واحدة واحدة من سجن عادي لسلخانة بشرية. بشار بيخفي ويعذب ويعدم أي حد مش على مزاجه، واللي زود رعب المكان ده هو التصميم الغريب بتاع سجن صدنايا. سجن صدنايا متصمم بشكل دائري، مبنى رئيسي كبير ومتفرع منه ممرات على شكل أجنحة. بالنسبة للزنازين متقسمة فردية وجماعية. الفردية عبارة عن أوض صغيرة وضيقة قوي شبه القبور، ضلمة ومقفولة من كل ناحية ومفيش أي منفذ هواء. أما الزنازين الجماعية فدي كان بيبقى محبوس فيها عدد كبير من المساجين وفي ظروف غير آدمية ومنيلة ب60 نيلة. في الزنازين دي المكان بيكون مليان لدرجة إن الناس ما بتلاقيش مكان تنام فيه، وكانوا بيفضلوا متكومين فوق بعض. صحيح السجن ده من أول يوم اتعمل فيه كان مقصود إنه يكون رعب لكل اللي يدخله ويحسسه إنه مش هيطلع منه تاني، لكن البداية الحقيقية للجحيم جوه سجن صدنايا كانت مع ثورة الشعب السوري على نظام بشار في 2011، واللي خلت بشار يدور التقتيل في الشعب. واللي كان بيتمسك كان بيتبعت لسجن صدنايا، واللي اتحول من سجن المجرمين لمعتقل لتعذيب أي حد يقول لأ لبشار. الطريق لصدنايا كان عذاب في حد ذاته. المعتقلين كانوا بيتنقلوا في عربيات مقفولة متكومين فوق بعض زي البضايع، مربوطين ومتغمى عينيهم، وأول ما يوصلوا كان بسم الله الرحمن الرحيم تشريفة الوصول كده ضرب وتكسير لجسمهم وإهانة. العذاب بادئ من قبل حتى ما يدخلوا السجن. بيدخل المعتقلين ويبدأ التعذيب. أساليب التعذيب في صدنايا كانت مرعبة ومتصممة مش علشان بس تكسر أجسادهم، لأ، ده عشان كمان تكسر نفسهم وتحرمهم من إحساس إنهم بني آدمين. من أساليب التعذيب دي كان إنهم بيعلقوا المساجين لساعات طويلة من دراعاتهم ومن رجليهم، وأحيانا الساعات دي بتوصل لأيام لحد ما بيفقدوا تماما إحساسهم بأطرافهم. ومن أسوأ طرق التعذيب الإعدام الوهمي. المعتقل بيتاخد لمكان شبه غرفة الإعدام، بيقولوا له إن هم هيعدموه دلوقتي وبعدها يسيبوه ويرجعوه تاني زنزانته. ده غير الضرب بالأسلاك المعدنية والعصيان الخشب وأي حاجة حادة موجودة في المكان. وطريقة كمان من طرق التعذيب البشع في المكان ده كان حاجة اسمها غرفة التجميد. المعتقلين كانوا بيتاخدوا ويتحطوا في أوض باردة وبردها شديد من غير أي غطا ومن غير أي هدوم عليهم. البرودة اللي كانت في المكان ده كان بتخلي المعتقلين حرفيا بيموتوا من البرد. أما بالنسبة للأكل بقى في المعتقل ده كان أكل كميات قليلة جدا، وطبعا أكل أصلا ما ينفعش البني آدمين. المية بقى كان أوقات بيديها لهم وأوقات بيسيبوهم لأيام من غير نقطة مية. طبعا مش محتاج أكلمك عن النظافة في المكان المعفن ده. الزنازين كانت زحمة ومعفنة، وبسبب زحمتها وقلة نظافتها انتشر فيها الحشرات والأمراض. كل ده كوم، والإعدامات الجماعية اللي كانت بتحصل كوم تاني. حسب تقارير منظمة العفو الدولية سجن صدنايا حصل فيه إعدامات جماعية كتير. تخيل بقى الإعدامات الجماعية دي كانت بتحصل إزاي. كانوا بيجيبوا المعتقلين بالليل ويقولوا لهم إن إحنا رايحين المحكمة، لكن الحقيقة إنهم كانوا بياخدوهم ويودوهم على أوضة الإعدام، وكانوا بيشنقوهم مجموعات، يعني كلهم مع بعض في نفس المكان في نفس الوقت، وبعدها ياخدوا الجثث دي كلها في عربيات ويشحنوها على مكان محدش يعرفه ويدفنوهم في مقابر جماعية. علشان محدش له حق إنه يحكي الجحيم ده
غير اللي عاشوا. هحكي لك دلوقتي قصص على لسان ناس كتب لها عمر جديد وخرجت من المكان ده. خرجت عايشة بجسمها، لكن ربنا وحده اللي يعلم ايه اللي حصل في نفسيته. في ليلة باردة، خالد شاب كان شغال في الصحافة اعتقلوه من بيته. خالد بيقول: ركبوني في عربية ما فيهاش نور، كنا متكومين فوق بعض زي المواشي، محدش بيتكلم، كل اللي حواليك متكتفين ومتغمى عينيهم. الطريق للسجن كان طويل، لكن أنا أكتر حاجة كنت سامعها هي صوت دقات قلبي، واللي كانت بتزيد كل ما العربية كانت بتقرب تقف. أول ما وصلنا بدأوا يضربونا بعنف على وشنا ومن غير أي سبب. قالوا لنا: هنا سجن صدنايا، مفيش خروج، مفيش حياة، واللي يدخل هنا ينسى نفسه. خالد بيقول: حطونا في زنزانة صغيرة جدا ما فيهاش حتى شباك، فيها ريحة العفن وريحة الموت. كنت لابس نفس اللبس اللي اتحبست بيه وكان خفيف، والبرد كان بيقطع في عظمي، بس اللي كان بيقطع في قلبي هو صوت الصرخات اللي كانت جاية من بعيد، صرخات ناس بتتعذب. وفي اللحظة دي عرفت إن أنا حياتي خلاص انتهت. الأكل كان مهين، حتة عيش صغيرة، وأوقات كانوا بيحنوا علينا ويدونا شوربة بس كان لونها غريب وريحتها تخليك تتمنى الموت. المية كانوا بيدونا شوية مية كل يومين أو 3، بس حتى دي ما كانش دايما، وأوقات كانوا بيحرمونا منها خالص. كل يوم الصبح كانوا بيدخلوا علينا يصحونا بصريخ وضرب ويخلونا نقف في طابور طويل، كل واحد فينا مستني دوره في أوضة التعذيب. التعذيب ما كانش ليه هدف غير إنهم يكسروا روحك قبل ما يكسروا جسمك. خالد بيقول عن يوم كان فاكر إنه هيكون آخر يوم في حياته. في يوم دخل عليا واحد من الجنود الزنزانة وقال لي: اطلع بره. في الوقت ده أنا كنت متأكد إني رايح للإعدام. خدت نفس عميق وطلعت. خدوني أوضة كبيرة كان فيها ترابيزة وقاعد عليها عسكري مستني. قال لي: عندك حاجة تقولها قبل ما تموت؟ فضلت ساكت ثواني، عدوا عليا ساعات. لقيته قال لي: لا خلاص، ارجع زنزانتك، مش هنقتلك النهارده. اللحظة دي عرفتني إنهم مش عايزين يقتلونا مرة واحدة، هم عايزين يقتلونا كل يوم. بعد ما خرجت من السجن حسيت إن الدنيا غريبة، هي إزاي ناس ماشية عادي والشوارع إزاي مليانة حياة كده، لكن أنا اللي كنت ميت من جوايا. صدمايا مش خد مني بس صحتي، ده خد جزء كبير من إنسانيتي. كل ليلة لما بنام، ده لما بعرف أنام، بسمع صرخات اللي ماتوا وبفتكر وشوش الناس اللي شفتهم بيموتوا قدام عيني. سامر شاب تاني كان معتقل بيحكي عن أكتر موقف أثر فيه. في مرة في سجن صدنايا كانوا بيعملوا إعدامات جماعية، خدوا 10 أشخاص من الزنزانة اللي جنبي وقالوا لهم إنهم رايحين على المحكمة، لكن في الحقيقة هم خدوهم للإعدام. وسامعهم لما قفلوا عليهم الباب، وسامع صوت الكراسي اللي رموها من تحت رجليهم لما ماتوا. فاطمة بنت شابة كانت معتقلة بسبب مشاركتها في مظاهرة، بتحكي عن اللي شافته وقالت: كنت في زنزانة جماعية فيها حوالي 30 واحدة، كانوا بيجيبوا لنا الأكل في طبق واحد، كنا بناكل بإيدينا في وسط الزنازين اللي ما فيهاش نور. بس أكتر حاجة ما قدرتش أتحملها ولا قدرت إن أنا أنساها هو صوت الأطفال. كان في زنزانة قريبة كان فيها أطفال معتقلين مع أمهاتهم، كنت بسمعهم وهم بيعيطوا، ولما أمهاتهم كانوا بيحاولوا إن هم يهونوا عليهم، جنود كانوا بيجوا بيضربوهم. حكايات السجن ده لو فضلنا نحكي فيها هنفضل نحكي الأيام، ومش هنقدر أبدا إننا نوصل للإحساس اللي ممكن يكون عاشه شخص واحد من الأشخاص الكتير اللي عاشوا في المعتقل ده. شخص اتحول من إنسان ليه حياة لكائن بيسلخوا فيه وبيعذبوه. حقيقي الواحد مش متخيل إن ممكن يكون في مكان موجود على الأرض زي ده، ومش متخيل أكتر إن اللي بيعمل الجرايم دي بني آدمين وبشر زيهم زينا. بس الأكيد إن اللي يعمل كده لا هو بشر ولا هو بني آدم. ومرت الأيام وجه الوقت اللي صدنايا بيتفتح علشان يطلع أسراره ويحكي عن عذاب الجدران بتاعته ودموع الدم اللي سالت عليه من اللي شافته. مرت الأيام والظالم جه يومه. ربنا يرحم كل اللي مات جوه المكان ده ويشفي كل اللي خرج منه. حكاية صعبة ملهاش غير إن ربنا كتب نهايتها، وكانت النهاية دي فرحة للشعب السوري ورجوعهم تاني للحياة. كالعادة لو وصلت لهنا في الفيديو تبقى صاحبي وحبيبي، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتنزل تحت تقول لي اخواتنا السوريين مبروك والسلام.